ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كان فيديو مهم جدا، لازم نمسي عليكم بيه. النادي الاهلي طبعا بعد ما كسب النهارده وفاق سطيف 4-0. طبعا ده يعني مدينا افضلية كبيرة جدا 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 في ماتش الاياب في الجزائر، ويخليك تبقى ضامن المكسب بنسبة 95%، ويمكن اكتر كمان توصل ل 98% انت كسبان. هتسيب لك 2% كده للظروف الصعبة الطارئة. ودي حاجة صعبة جدا ان احنا نخسر 5-0 علشان نخرج من البطولة، فده بالنسبة لي شيء يعني، وبالنسبة للناس كلها شيء شبه مستحيل. وطبعا النهائي هيبقى بنسبة برضه 95% الأهلي والوداد المغربي، لأن كمان طبعا زي ما كلنا عرفنا إن الوداد كسب بيترو أتليكو في أنجولا، كسبوا 3-1 تقريبا على ما أتذكر يعني. فطبعا ده حاجة في حد ذاتها تريح برضه الوداد إن هو يروح يلعب هناك. يا راجل ده معاه أفضلية، يعني أفضلية كمان إنه ممكن يخسر على أرضه ويتأهل، فحاجه يعني مريحاه جدا جدا. فان شاء الله يكون نهائي الاهلي والوداد نهائي قوي، ويكون نهائي ممتاز. وان شاء الله النادي الاهلي في النهائي يكون بس حاضر ذهنيا، وموسيماني يكون حاضر ذهنيا، وان شاء الله اللعيبه تكون فت وفورمه في النهائي. طبعا ماتش الاياب تقريبا في خلال 5 ايام اسبوع، او في خلال الاسبوع ده يعني، انا مش متذكر امتى. آه، ان شاء الله هنلعب ماتش الاياب ونرجع بقى نركز في الدوري شويه، لان الدوري بتاعنا احنا مضيعينه، مش ضايع مننا. الدوري احنا اللي مضيعينه، الدوري احنا اللي مدين فرصه للزمالك او بيراميدز انه يلعب ويحاول انه ياخد الدوري، في حين ان احنا الافضليه كانت معانا، واحنا اللي بنضيع النقط بايدينا، واحنا اللي سايبين لهم ان هم ياخدوا الافضليه دي. فان شاء الله باذن الله يعني بعد ما نلعب ماتش الاياب نقدر نرجع تاني في الدوري ونحقق نتائج ايجابيه، وان شاء الله يكون الدوري تبعنا، والدوري ان شاء الله يكون في الجزيره. طبعا دي كانت اطلاله كده سريعه كده وفيديو سريع. طبعا نمسي عليكم بيه ونبارك لكم على الفوز ان شاء الله. في الاياب طبعا باذن الله التاهل يبقى في الاياب ان شاء الله، وباذن الله يبقى نهائي كويس جدا جدا، والنادي الاهلي تكون البطوله الثالثه ليه على التوالي، حاجه ما بتحصلش خالص في افريقيا. دايما السباق في الارقام القياسيه هو النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون البطوله دي اهلاويه مصريه ان شاء الله باذن الله، ونحقق فيها البطوله الثالثه على التوالي. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لنا لايك للفيديو وشير للفيديو، يا سلام كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تبقى انتوا كده عاملين معانا فوق الصح. انتظرونا فيديوهات تانية جايه كتير، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. شكرا ليكم، سلام.